كلنا بنتخيل اللي بنشوفه هو ده بس الموجود، انما في الحقيقة في ظواهر وحاجات تانية كتير احنا ما نعرفش عنها حاجة. فلما مثلا بنشوف شهب في السماء بننبهر ونستغرب قوي، ولما بنشوف البرق والرعد بنترعب من الصوت والمنظر. تخيل بقى معايا لما اقولك شلالات دم. ايوه انت سمعت صح، وانا قلت شلالات دم. طب ما تستغربش قوي كده، امال لو قلت لك فقاعات الهواء المتجمده تحت الميه انت مستغرب صح؟ تعالى بقى اقول لك حكايتهم ايه وهم اصلا فين، وانا نور اسامه، وخليك دايما معايا على الخط. ولو هنقول شلالات الدم يبقى يلا بينا على القارة القطبية الجنوبية، ودي شلالات اكتشفوها سنة 1911 في الجزء الشرقي من القارة الجنوبية، وادي مكموردو الجاف. وأول ما اكتشفوها قالوا ده ممكن يكون في كائنات خارج كوكب الأرض تتكيف مع الأرض في ظروف غامضة ومش معروفة. مش عارفة ازاي بصراحة فكروا في التفكير دوت ولا وصلوا ليه ازاي، وطبعا عشان مستحيل يكون ده السبب الحقيقي ولا التفسير العلمي، فضل العلماء يدوروا على تفسير علمي للموضوع ده. فقالوا في الأول إن الطحالب هي اللي بتخلي لون المية عامل زي لون الدم، بس في 2017 حسب كلام جريدة فوربس إن السبب الحقيقي اللي خلى المية لونها عامل زي الدم هو وجود الحديد المؤكسد في المية المالحة. حديد مؤكسد ومية مالحة طبعا هيتفاعلوا مع بعض هيدونا لون المية ده، وهو ده اللي بيخلي لون المية يتغير للون الأحمر. فلا تقولي بقى هو كائنات خارج الكوكب ولا غيره، اديني قلتلك السبب الحقيقي اللي مخلي المية لونها عامل كده. ولو انت من عشاق البنك واللون الوردي فخليني اقولك ان في بحيرات في استراليا لونها وردي، وهي بحيرات هوت لاجون، واكتشفوها سنة 1802. كل بحيرة بدرجة مختلفة، فهتلاقي المنظر الخلاب اللي هياخد عينك. المكان ده موجود في غرب استراليا، وشوية تلاقي المية لونها وردي وشوية هتلاقيها أرجواني. وعايزة أقولك كمان إن حبات الرمل بتاخد اللون الوردي، فتحس إن هي بتلمع زي اللؤلؤ. مش أنا بقولك إن هي حاجة هتخطف عينك؟ وقالوا إن السبب في إن البحيرات ألوانها كده هو وجود ارتفاع كبير جدا في درجة الملوحة، فكل موسم درجة لون المية هتتغير. بس العلماء مش مرجحين السبب ده، وما كانوش ساعتها عارفين يوصلوا للسبب أصلا الحقيقي ورا الموضوع ده. بس بعدها جه علماء تانيين وقالوا إن السبب الحقيقي هو وجود طحالب، وهي مصدر للكاروتين اللي بيعرف إن هو عامل تلوين للأكل، ومصدر لفيتامين أ. هو ده اللي بيخلي لون المية بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. استنى بس، انت رايح فين؟ ده لسه في كتير قوي. تعال احكي لك بقى على ظاهرة الفقاعات المتجمدة تحت المية اللي انا لما قلتها الاول انت استغربت قوي. دي موجودة في بحيرة ابراهام في كندا. والفقاعات المتجمدة اصلا عبارة عن كبسولات من غاز الميثان شديد الاشتعال اللي هتتكون نتيجة ايه؟ نتيجة سقوط نباتات في المية، وطبعا هتغوص في القاع. هتعمل ايه البكتيريا؟ هتبتدي تتغذى عليها، ومن هنا هيخرج لينا غاز الميثان على شكل الفقاعات اللي بتحس ان هي بلورات ازاز. شكلها بيسحل العين وياخدها، بس على قد الشكل الحلو اللي هي بتوريهولنا على قد الخطر اللي هي بتمثله. في الاماكن دي بس جرب كده تولع عود كبريت وشوف هيحصل ايه، عينك ما تشوف الا النور. الظاهرة الجاية معانا دي بقى هتعجب البنات قوي، وده لانهم اكتر ناس مهووسين بالتصوير، وده لانه من اكتر الاماكن اللي هتقدر تعمل فيه البوم صور رهيب وصور سيلفي بقى وما عدلكش يا معلم. الأعمدة دي على فكرة بتظهر في القطب الشمالي، خصوصا لو الجو سقع قوي، تحس ان الأضواء دي بتكون جاية لحد الأرض في مشهد عمرك ما هتتخيله. بس العلماء ربطوا وجود الأنوار دي بسبب ان البلورات الجليدية بتاخد شكل سداسي مسطح وبتتحرك ببطء في الغلاف الجوي، فبتكون عاملة زي المراية العملاقة اللي هتعكس الضوء، فبتدينا الشكل الجميل اللي انت بتشوفه ده. بس الظاهرة دي ليها شروط، ان هي تكون في مكان خالي من الرياح ومستقر وبارد جدا. يعني حضرتك علشان تاخد ألبوم صور وتغيظ صحابك هتاخد دور برد هيقعدك بعدها اسبوع في السرير. الظاهرة دي بقى بتخص العشاق والمتجوزين، فلو عايز تقضي هاني مون حلو يبقى يلا بينا على المكسيك عشان تروح الشاطئ المخفي اللي نتج عن تفجيرات قامت بيها الحكومات المكسيكية كجزء من التدريب على التصويب. انت متخيل ان هم جم يدمروا فادونا حاجة بالشكل الجميل ده؟ يا اخي ده ياريت كل الخراب يكون بالشكل الحلو ده. والله ما هنقول حاجة. وعشان توصل للمكان ده لازم تركب مركبة لمدة ساعة تقريبا، ومعلش لو هنتقل عليك شوية لازم تبقى عويم شويتين كده، عشان بعد الساعة دي هتعوم شوية لحد ما توصل للشط. مش عارفة بصراحة ايه الفرهدة ديت، بس لو انت عايز تقضي هانيمون حلو يعني. وبمناسبة بقى الكلام على الشواطئ،
عندك الشاطئ المضيء في جزر المالديف، وده برضو لو انت حابب تقضي هاني مون لطيف. كلامنا دلوقتي يا جماعه للعشاق والمتجوزين، غير كده مالكش دعوه انت. تخيل بقى ان الظاهره دي على قد ما شكلها خلاب وحلو قوي، على قد ما سبب وجودها غريب جدا. على فكره انا استغربت انا كمان لما عرفت سبب وجودها. طب تخيل معايا ايه السبب؟ هو ملايين الميكروبات البحريه المعروفه باسم العوالق النباتيه في الميه بتظهر لما السماء تكون مليانه بالسحب بعد الغروب كده، زي طبعا الضوء الازرق الجميل السودا، فتحس ان الشاطئ منور. تخيل بقى ان الجمال ده كله ناتج اصلا عن ميكروبات بحريه، ولسه والله ياما هنعيش ونشوف. بس قولي بقى انت نفسك تروح انهي مكان فيهم؟ وما تنساش تكتب لنا في الكومنتس ايه اغرب مكان شفته او سمعت عنه، واديني قلت لك اهو سوا وجربت كل مكان منهم عشان محدش يضحك عليك لما تزورهم. لو انت بتتابعنا على الفيسبوك اعمل لنا فولو، ولو انت بتتابعنا على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تبص على المصادر بتاعتنا هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن. وانا نور اسامه وكنت معاكم على الخط.